تعالوا النهاردة بقى لما أقولكوا على طريقة حلوة قوي لمحشي الكرنب الفلاحي. أحلى أكلة كده لعزومات رمضان، بخلطة رهيبة وسر التسوية الصح اللي تخليه يطلع معاكم مستوي زي الزبدة ومفلفل في نفس الوقت، وازاي تطلعوا لونه يكون أحمر وجميل ورز ما بيطلعش بره أبدا. لو أول مرة تشوفوني أنا فريدة، اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على الفيديو. اول حاجه هبتدي بيها هي تسبيكه المحشي. في طاسه سخنه على النار هنزل عندي بنص كوبايه من الزيت. هنزل بقى ببصلتين كده انا بشرتهم بشر ناعم جدا بالميه بتاعتهم كده زي ما انتم شايفين. خلاص. البصل اللي انا استعملته في الخلطه هو البصل البنفسجي او اللي هو الغامق ده، مش البصل الفاتح. بيكون في المحشي افضل لان نكهته بتكون اقوى وبيكون بارز كده وريحته كده ايه حلوه. دايما في اكلات بحب احط فيها البصل الابيض وفي اكلات تانية بحب احط فيها البصل اللي هو البنفسجي. هقلبهم كويس جدا لحد ما احس ان البصل بتاعي بقى لونه زي الشفاف. نزلت بعد كده بالصلصه، نزلت ب3 معالق سيليكون من الصلصه اللي هي الاستاتولا دي. يعني المعلقه الواحده منها بمعلقتين عاديه من الاكل اللي هي المعلقه الكبيره، يعني مجموع الصلصه بالمعلقه العاديه 6 معالق كبار. لو انتوا عاوزين تحطوا طماطم تضربوها في الخلاط فانتوا هتجيبوا 5 طماطمات حجمهم يكون وسط، هتضربوهم كويس جدا وتصفوهم وبعد كده تاخدوهم عصير تنزلوهم على البصل. انا بصراحة عندي الصلصة كتير وانا فرزاها معاكم في فيديو قبل كده وبطريقة حلوة جدا. فكل اللي هعمله ان انا هاخد صلصة وكمان بتنجز معايا قوي في الوقت. هقلبهم كده كويس جدا مع البصل. هنزل عندي بقى بالتوابل، معلقة صغيرة من الملح، عليهم معلقة صغيرة من الكمون، وكمان عليهم معلقة صغيرة من الكزبرة، عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من البهارات السبعة. كل الحاجات دي كده هقلبهم مع بعض واسيبهم كده لمدة 10 دقايق لحد ما الصلصة دي تبدأ ان هي تغلي حاجة خفيفة كده. هي طبعا مفيش فيها سوائل ولا اي حاجة لان هي صلصة مركزة، بس هتقعد تعمل لي بقبقة كده. هنا بقى بنكون خلصنا تسبيكة المحشي. هسيبها تبرد تماما تماما، مش هحط عليها رز لما تبرد خالص يا جماعة. تعالوا بينا بقى نقطع الشبت والكزبرة. تقطيعة الشبت والكزبرة انا عاوزاه يتقطع الورقة بس. انا هشيل الجذور اللي فوق دي او العروق اللي فوق دي. ممكن تحطوها في ارضية المحشي، في ارضية الحلة من تحت، بيدي نكهة حلوة قوي. وممكن تستعملوه مثلا تحت فراخ مشوية، تقطعوه وتحطوه تحت فراخ مشوية، تحت لحمة محمرينها مثلا او لحمة مشوية، يعني على حسب، ليه استخدامات كتير قوي. المهم اللي انا عاوزاه ان انتوا تقطعوا لي الشبت والكزبره تقطيعات صغيره خالص، ما تكونش باينه كده التقطيعات بتاعته دي. انا هنا استعملت حزمه من الكزبره وحزمه من الشبت. خلاص. عاوزين تبدلوا الكزبره بالبقدونس مفيش مشكله، بس انا دايما بحب نكهه الكزبره اكتر من البقدونس. دي هنا بقى الصلصة بعد ما بردت تماما تماما. هنزل عليها بالرز. معايا 5 كوبايات من الرز، غسلتهم كويس جدا وصفتهم، الرز المصري العادي. عليهم بقى هنزل بالشبت والكزبرة اللي احنا قطعناه مع بعض، وعليهم بقى هنزل بنص قرن من الشطة الحمراء. هو مش هيحرره قوي بس هيديله نكهة حلوة. في الاخر بقى كده بحب اضيف بصلة ليا، انا بشرها بشر ناعم، بتفرق معايا خالص في طعم المحشي. عليهم هنزل بمعلقة صغيرة من التوم المفروم. هنزل بعد كده عندي بالتوابل، هنزل بمعلقة صغيرة من الملح. بنوه برضو ان المعلقة اللي انا مستعملاها دي نص المعلقة العادية بتاعة الملح، بتاعة الشاي اللي هي المعلقة الصغيرة. خلاص. فانا هنزل بمعلقة صغيرة من الملح، عليها معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من البهارات السبعة، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هقلب بقى الخلطة دي كويس جدا بإيدي واتأكد ان الصلصة اتوزعت على كل حباية من حبايات الرز.
لو مثلا حسيتوا ان انتوا محتاجين معلقة او 2 من الصلصة، مفيش مشكلة زودوا. انا هنا كانت الخلطة بتاعتي لونها حلو قوي وحمارها كمان كان مظبوط. هجهز الحلة اللي انا هحشي فيها. انا معايا حبة من البصل وحبة من الطماطم وحبة كده من الفلفل، قطعتهم شرايح وهبدأ ان انا افكك البصل كده من بعضه، وهحط الطماطم والفلفل. كل حاجة كده دلوقتي معانا جاهزة. هاخد قطعة الورقة كده واحطها على ايدي زي ما هتشوفوا معايا. طبعا اللي على الورقة ده جزء من الصلصة. لما جيت امسك الطاسة بتاعت اللي فيها الخلطة، باخد كده كمية من الرز وبحطها في النص. بلاش تحط كمية رز كبيرة عشان الرز هيزيد لسه معانا ومش عايزاه يطلع بره. انا بحطها في النص وبسيب الجنب اليمين والشمال فاضي، يعني انا ما بحطش الرز للاخر، انا بخليه في النص بس. هو كده كده بعد التسوية حجمه هيزيد، فالجوانب دي هتتملى رز. لو احنا مليناها من الاول رز، لما يجي يستوى الرز ده كله هيطلع بره. وبعد كده بنبرمها كويس وبنلفها لما بتكون بالشكل ده، وبحطها بقى في الحلة زي ما انتوا عاوزين، يعني حطوها بقى دوران، حطوها صفوف، يعني تشكيلة كده. شوفوا اللي انتوا عاوزين تعملوه اعملوه. المهم ان انتوا عشان ما تطلعوش رز بره المحشي، بتسيبوا الجنب من هنا فاضي والجنب من هنا فاضي وتبرموا زي ما انتوا شايفين كده. لما تيجوا تبرموا اضغطوا كويس عشان ما تفتحش معانا. بس شايفين شكلها حلو ازاي؟ شايفين الجوانب من هنا فاضية ازاي؟ طبعا لسه كل ده هيزيد بعد التسوية. هكمل المحشي بتاعي بقى بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية كلها. دي هنا بقى كانت كمية المحشي كلها ما شاء الله. طبعا سبت قيمة عقلتين كده تبقى فاضية عشان لسه المحشي لما يستوي ونضيف الشوربة بتاعته ياخد تسويته براحته. خلاص. وبينا بقى نجهز المرقة. معايا لتر من المية ضفت فيه 3 مكعبات من المرقة. انا ما بحبش استعمل المرقة كتير، بس بستعملها لما بكون محتاجاها وما بيكونش عندي مثلا شوربة. تمام. في اللتر نزلت فيه 3 مكعب من مرقة الدجاج، ممكن احط واحد بس للتر، وده اللي بيبقى مكتوب على الباكت، بس انا عاوزة اعزز الطعم بتاعها. ونزلت عليها بمعلقة صغيرة من البابريكا سواء عادية او مدخنة، مش هتفرق. البابريكا هتظبط لي لون المحشي بتاعي، هتخليهولي كده احمر وحلو. وهنزل بربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وبرده بلاش تزودوا توابل قوي لان مرقة الدجاج بيكون فيها كل حاجة. خلاص. وهنزل كمان بمعلقة صغيرة من البهارات السبعة او بهارات اللحمة، دي او دي مش هتختلف. يوم بقى هنزل بعود من القرفة. قلب كل الكلام ده مع بعضه لحد ما اتأكد ان كل البهارات او التوابل دابت كويس جدا في المية. مجرد ما بيغلي برفعه على النار وببدأ اضيفه للمحشي. ما ينفعش اضيفه كده وهو بارد او هو دافي، انا عاوزاه يكون بيغلي يا جماعة، مش سخن، لا انا عاوزاه بيغلي. وحسيته شوية ان هي ريمت كده من فوق زي ما انتوا هتشوفوا. الريم ده انتوا هتشيلوه. الريم ده برضو عشان تكونوا عارفين بيتشال او بيبقى قصدي موجود بسبب ان المرقة بيكون فيها دهن، فعشان كده بيطلع الريم ده. بحط بقى حلة المحشي كده على النار، طبعا النار بتاعتنا شغالة. وكل اللي هعمله دلوقتي، طبعا انا مش هرش ملح على على المحشي، انا ظابطه ملح الخلطه وكمان ظابطه الملح. او المرقه اصلا فيها ملح، فطعم الشوربه بتاعتها مظبوط وهيبقى كويس جدا. لو انتوا عاوزين برضو تدوقوا المرقه وتشوفوا الملح بتاعها زي ما انتوا بتحبوا ولا لا، او تظبطوه على حسب ما بتحبوا الملح، مفيش مشكله. ده ننزل في المرقه بتاعتنا كده واحده واحده. بناخد الكرنيب او بكوبايه او بطبق المتاح عندكم، وابدأوا كده ايه حطوا مغرفتين بمغرفتين. وهنمسك كده الحلة من الايدين بتاعتها ونهز زي ما انتوا شايفين كده. نحرك بس المحشي من مكانه بالراحة عشان الشوربة تنزل
للمكان اللي ما وصلش ليه شوربة. تمام كده. كل ما تحسوا ان خلاص الشوربة نزلت تحت ومحتاج شوربة كمان، ضيفوا. هنفضل نحط شوربة لحد ما يمتص من تحت شوربة كويس ويغطي المحشي من فوق الشوربة. هحط بقى هنا عود قرفة كده عشان يدي نكهة اقوى للمحشي بتاعنا. القرفة دي اللي انا كنت حطاها في المرقة بتاعتنا. تمام. بهز برضو عشان نتأكد ان انا مش هحتاج تاني مرقة. لما بهز المحشي وباجي عشان انزل الشوربة، ما فكش مني ولا طلع رز ولا اي حاجة، يعني زي ما هو بالظبط. بطنا بقى الشوربة بتاعة المحشي هنغطيه كويس جدا. طبعا بغطيه كويس عشان عندي فتحة البخار. لو الحلة بتاعتكم الغطا بتاعها مفيش فيها فتحة البخار دي، فانتوا هتسيبوه بس ايه موارب كده. محشي هنا اتشرب كل كمية الشوربة، فهبدأ ان انا اهدي عليه النار خالص لمدة نص ساعة يتردد. طيب هتحسوا شوية ان في رز طالع. هو انا كنت بختبر كده كام واحدة بالمعلقة اشوفها استوت ولا لا. هنا بعد بقى مرور النص ساعة، شايفين لونه عامل ازاي؟ رهيب بجد، رهيب. ومفيش رز طالع غير اللي انا يعني عملتها كده بالمعلقة عشان اشوفها استوت ولا لا. فظيع بجد يا جماعة. هنجيب الطبق بتاعنا ونبدأ ان احنا نقلبه. شيل بقى هنا الطماطمايه والفلفلايه اللي محطوطين كده على الوش. طبعا باين لكم ان في محشيايه واحده كده او اتنين محروقين، هما مش محروقين خالص. ده من الصوص اللي نازل من الطماطم والبصل، بيدي بقى المزازه الحلوه للمحشي. للطبقه اللي تحت دي بتبقى بجد رهيبه يا جماعه. شايفين بقى الجمال؟ قلبة الحله نزلت بسهوله جدا. وكمان اللون، الطعم، الريحه، كل حاجه في المحشي النهارده كانت رهيبه بجد. المحشي طبعا سخن جدا، فبحاول ان انا انزل كده ايه بالراحه، لان كان لسه تقريبا نص ساعه على الفطار. واحنا شويه بنحب الاكل يكون سخن، ما بحبش ان هو يكون بارد. فانا نزلت كده ايه كميه، يعني فككت نص كميه المحشي بالظبط، وسبت النص التاني زي ما انتوا هتشوفوا كده محتفظ بالسخونه بتاعته. شايفين؟ مفيش ولا حباية رز طالعة. يعني انا شلت صف واتنين وتلاتة كمان معاكم، مفيش حباية رز واحدة بس طالعة يا جماعة. منتهى الجمال. هي لو جربتوا طريقة المحشي دي، انا واثقة ان انتوا دايما هتعتمدوها. رشة كزبرة بقى كده على الوش من فوق وخلاص. خلص كده الموضوع معانا. الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي النهارده الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حلوين في تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم. ولو عندكم اي اقتراحات وصفات جديده حابين ان احنا نعملها سوا، اكتبوا لي في التعليقات. ولو وصلتوا لحد هنا وما عملتوش اللايك والاشتراك، لازم ضروري تعملوا. باي باي.